ادي الغريبه، ادي الغريبه اللي باقل التكاليف، ادي الغريبه الدايبه اللي بمكون واحد حطيته عليها كده خلت الغريبه في دنيا تانية خالص، خلت الغريبه احلى من اللي بتيجي من المحلات. شوفوا شكل الغريبه وعامله ازاي وشكلها والله طعمها، بمعلقه واحده حطيتها احسن من اللي بتيجي من المحل. هتجربي الطريقه بتاعتي وهتعتمديها في الاعياد وفي اي مناسبه. ادي شكل الغريبه، عملت منها كمان الطويله هي، وعملت منها رسمه اللي هي المدوره العاديه، وعملت منها رسمه ورده صغيره كده جميله. كام رسمه اهو، عامله بيها بالمكسرات وعامله بيها بالخرز بتاعها. بتمسكي الغريبايه ما شاء الله، لا هي بتبصم ولا هي ناعمه يعني ولا هي ناشفه، لا ده دايبه كده. شوفوا الغريبه عامله ازاي اهو. ادي شكل الغريبه ما شاء الله على الغريبه وعلى جمالها. اذا عجبكم بقى الغريبه كده وعجبكم شكلها، خشوا بقى اتفضلوا وتابعوا بقى وشوفوا معايا المقادير. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى اله واصحابه وسلم اجمعين. النهارده بصب عليكم احلى صباح، صباحكم هو الراحه، هو السعاده، هو الاطمئنان. النهارده هنعمله ايه؟ هنعمله ان شاء الله شويه غريبه بقى، بس بقى بطريقه جميله كده، استحاله تلاقيها ايه عند اي حد. معايا ايه المقادير؟ 4 دقيق، 2 سمنه، كوبايه وربع سكر، يعني دي نص دي، ومعايا اللولي ده، ومعايا شويه كاجو، ماشي، معايا شويه لوز. خلاص، اول حاجه انا عايزه السمنه، وكمان هيبقى معايا مكون جميل بيخليها تحفه. اول حاجه انا لا عايزه السمنه لا جامده قوي ولا هي فكه قوي. انا باخدها واحطها في التلاجة لمده مثلا ساعتين تتماسك كده، وابدا اطلعها. السمنه ما تكونش زبده، سمنه عاديه او سمنه زبده متسيحه، مش زبده كده عاديه. واحط ايديا اضغط عليها كده، لا هي جامده قوي ولا هي سايحه قوي. هبدا انزلها كده اهو. ما شاء الله ريحتها جميله اصلا، لان هي ديت مخلوطه سمنه بلدي على سمنه نباتي. كده هتنزلي بالكميه كلها اهي ما شاء الله، وبالسكر والسكر. بس السكر مش عايزه تعملي بالمضرب على طول، هيطير عليك السكر خالص اهو كده اهو. توهي الاول السكر في السمنه علشان المضرب كده، وبعدين تقومي نازله بالمضرب، اي مضرب عايز تعملها بايديكي. والله العظيم امي كانت بتعملها تربها بايديها والله، وكانت بتطلع شويه غريبه زي العسل. مكون حلو كمان هيتحط عليه، وهو بقى معلقه لبن بودر. اللبن البودره ده بيخليه جميل، وانا اللي عامله اللبن البودره دي في البيت كمان، وهنزله على القناه ان شاء الله معاكم. جميل كده جميل. هنزل كل ده هو بالمضرب كده. ابدا بقى هشغل المضرب واوريكم. كده خلاص ضربت السمنه بالسكر. هنزل بقى بمعلقه لبن البودره ده، وتضربيها كمان ضربه، وهتنزلي بقى بالدقيق على طول. كده خلاص السمنه والسكر ما شاء الله واللبن البودره، شوفوا اهو كريمه بيضه كده. انا عايزاها توصل بقى للمرحله دي. بعد كده هنزل بقى بالدقيق اهو. برضو انا معبره الدقيق، بس انا طبيعتي ما بحبش انزل بالدقيق مره واحده، لان كل دقيق بياخد ليه سوائل معينه اهو ما شاء الله. هظبطها وشويه فانيليا اهو، حط شويه الفانيليا يديها ريحه كده اهوت بس، وهتظبطيها بقى هوريها لكم. خلاص بلمها اهوت بالاسباتيولا كده اهو. بس خلاص كده بقى الاسباتيولا كده عملت اللي عليها. هنزل بقى بايديا، تبداي بقى تلمها كده اهو. برضو انا ما بحبش العجن برضو كتير في اي معجنات اللي هي الحلويات، عشان ما تشغليش الماده بتاع اللي هي الماده الجيلاتينيه اللي فيها ديت اهو، الجلوتين اللي فيها. هي ما شاء الله لما نساها ازاي جميله. وهتحطيها في التلاجة وتغطيها 10 دقايق، وابدا اشكل فيها على طول اهوت ما شاء الله. ريحتها بقى مش عايزه اقول لك على الريحه بتاعتها. هتاخد بقى بقيه الكميه اهو ما شاء الله اهوت. هي كده خلاص بقت 100. هلمها واحطها في التلاجة 10 دقايق، وهشكلها بقى هوريها لكم.
ده بعد الغريبه ما قعدتها 10 دقايق في التلاجة ما شاء الله اهي. بصوا كده شوفوا انا اما الفها في ايدي كده وما تشققش اهي، ولا شققت ولا زي ما هي، زي ما انا لفتها ما لقيتها. لو هتحط فيها بقى اللوز او اي مكسرات عندك تقومي ايه غرزها كده عشان ما تطلعش منك، وهتقومي رصه في الصاج اهو. التانيه برضو اهي، انا طبعا مش هكمل الكميه كلها ايه معاكم. بلف برضو واحده كده اهوت ما شاء الله اهي، وبرضو خرزيها شكلها تحفه ما شاء الله على جمالها. وريحتها بقى مش عايزه اقول لك ليه بقى، اللبن البودره مخليها تحفه، الفانيليا حته السمنه اللي فيها تحفه جميله ما شاء الله اهي. عايزاكي بقى ما تفردهاش عشان هي لما تتحط هتفرد شويه معاها، وتقومي ايه نازله برضو اهو بالمكسرات اهي ما شاء الله. مره تحطي المكسرات على وشها، مره تنزلي بالمكسرات على ظهرها عشان تدي منظر معاك. طالعه ريحتها جميله كده. تطيب بقى تكون داخله على نار عاليه. ليه بقى؟ الحلويات ما تدخلهاش على نار واطيه عشان ما تفرش معاك اهي ما شاء الله اهي. وعايزاها تاخد لون خفيف خالص من تحت، يعني مش عايزه كمان لون، انا مش عايزاها لون، انا عايزاها يعني 10 ولا ربع ساعه وتطلعيها من غير لون خالص، وتسيبيها تبرد وبعدين تشيليها من على الايه من الصينيه اهو ما شاء الله. هشكل كله واوريكم ما شاء الله على العجينه. شوفوا ناعمه وجميله ولا هي مشققه، شوفوا تغرزها كده جميله كده، شوفوا عامله ازاي جميله اهي ما شاء الله عليه. تلفيها يمين تلفيها شمال زي العسل كده. شوفوا وادي اللي انا شكلتها ما شاء الله جميله اهي. برضو شكلت شويه بالمكسرات وشويه بالايه بالبتاع اللي هو عامل زي الخرز ده، وعملت واحده طويله، شكلي بقى واحده ورده اهي. شوفوا كحكه جميله زي العسل ما شاء الله. وعملت كمان الصينيه اهي ولسه هخلص معاكم برضو. عايزين تعملوا بقى منها طويله، شوفي تعملي كده اهو، تاخدي حته كده وتقومي لفاها كده اهو صغيره كده اهو تعمليها كده اهو، وتقومي بالخرزه اهي واحده هنا كده وواحده في النص كده اهو، وادي واحده كده شكلها عسل برضو اهي جميله برضو. الطويله دي بتبقى شكلها تحفه كده. ديت بقى هتلاقيها طعمها زي اللي بتتشري من المحلات بالظبط. معلقه اللبن البودره ده بتنقل اسمها ايه الغريبه دي في حته تانيه خالص، بتخليها ايه طعم وريحه تحفه كده ما شاء الله اهي جميل. وعملت برضو اللي هي الورده دي تنبلبلها صغير كده اهي، هتقومي بلبله صغنن كده اهو. ادي واحده اهي وادي واحده اهي. صغري بقى يعني شوفي انت عايزه ايه الرسمه اللي انت عايزاها اعمليها ما شاء الله كده اهو كده. وتقومي ايه ماسكاهم في بعض كده اهو، وتقومي حاطه خرزايه مثلا في النص كده اهي. شوفي عسل ازاي اهي تحفه كده ما شاء الله جميله كده. وهتدخلها بقى النار معاكم اهو وتوريها لكم بعد ما تطلع من الفرن. ادي الغريبه بعد ما طلعت، وانا كمان ما صبرتش عليها، يعني المفروض تقعد لها ساعه ونص على الاقل على ما تبرد. انا طلعتها من الفرن ما شاء الله اهي. شوفوا الغريبه منظرها عامل ازاي تحفه كده قسما بالله، احلى من اللي بتنشري من بره. ادي رسمه كده ودي رسمه اللي هي الورده ديت الجميله دي تحفه. شوفوا اهي جميله يا دوبك خدت لون خفيف خالص من تحت. المقدار ده تمشي عليه الغريبه تمشي معاكي جميله على طول جميله كده. شوفوا اهي ولا هي بتبصم ولا هي جميله ودايبه كده، دايبه مش من هي الناشفه والله دايبه كده اهي. شوفوا دايبه يا دايبه يا غريبه، ونسيبنا الناس الطيبه. احلى غريبه في الدنيا، احلى شويه غريبه اهو. اذا بقى عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تعملوا لايك واشتراك وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم منه كل جديد. ومع السلامه يا حبايبي.